فمشى يضرب بسيفه فانقطع شسع نعل يسرى. وألف ابن النبي الأعظم أن يحتفي في الميدان، فوقف يشد شسع نعله وهو لا يزن الحرب إلا بمثله، غير مكترث بالجمع ولا مبال بالألوف. وبينه وعلى هذا إذ شد عليه عمرو بن سعد ابن نفيل الأزدي وضربه بالسيف على رأسه ففلق هامته، وصاح الغلام يا عماه، وأمه واقفة بباب الخيمة تنظر إليه وهي مدهوشة. فأتاه الحسين وضرب قاتله فاتقاها بالساعد فأطنها من المرفق، وصاح صيحة عظيمة سمعها العسكر وانجلت الغبر، وإذا الحسين قائم على الغلام وهو يبحث برجليه، والحسين يقول بعدا لقوم قتلوه خصمهم يوم القيامة جدك. ثم احتمله ورجلاه يخطان في الأرض فألقاهما علي الأكبر وقتلا حوله من آل بيته.